ووالله إن أمريكا وأوروبا وإسرائيل في حال كسار وخزي ظاهر في قسمات وجوههم وتباين مواقفهم، ثم يذكرهم الله أن الخوف والرعب لا يعيب النصر، لأن الصديق شعر بالخوف والرعب وهو بجوار سيد الخلق، كما قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إن الله معنا، قالوها فانتصروا وما انكسروا، والعالم بعدته وعتاده وسفنه وطائراته وقادته وخونته يعلنون أنهم يريدون استئصالهم، حتى وصل الأمر بالوزير اليهودي الجبان أن يقول لا نستبعد خيار ضرب غزة